تشهد قرية شناورة التابعة لبلدية تكوت جنوب ولاية باتنة معاناة يومية ومتجددة في فصل الصيف نتيجة أزمة مياه حادة. بحال ساعتين والتيس خشاص بحال ثاني تلغان هذا رديغ لازم هذا رديغ الغاشي حق غار نتشفن رب العالمين هي ودينا لا شغلها عوين تا لاش من فيهمش من تك خسر هي. ومع ارتفاع درجات الحرارة يعاني سكان القرية من شح كبير في مياه الشرب، حيث يضطر الكثير منهم إلى جلب الماء من الآبار البعيدة أو شراؤه بأسعار باهظة من الصهاريج، وهو ما أثقل كاهل العائلات خاصة ذوي الدخل المحدود. ذي شناورة سمانا ريكلامان تريكلاما فمان غير المشكل مومان ذي شناورة سي لاباس قال المشكل هيا ديما غادي يخلط سورتو الصيف الا غير ناقيش المشكل ديال الشتاء بصح غادي يخلط الصيف ديما نتعانى سوامان تا ود السيتيرنا في الدين المشكل فين مشى الفراج دي سامان الصوندانا شناورة دي سامان غير نغامان لاباس غير بصح نشنو نسشون فين مشى سينا شناورة الغربية فمان امان وشينهن يوذان يفلاحن يوذان سواين هز جراي تجين العباد لو قديت شني راه غير الفراج ذا جديد هني ناس اللي تيد باش هاوين شويث اللي تيد نص سنين مليار و700 شنو راه تاع ناس كوامان اسكو يصلح انه يصلح شري ذي شناورة لا نيوذان وزمرش سانسيتيرنا لا نيوذان الزواوره ولا بريبار بالك 70% 80% يوذان كل الزواوره وزمرش سانسيتيرنا. وفي رده على هذه الانشغالات أكد نائب رئيس بلدية تكوت أن مصالح البلدية على دراية تامة بالأزمة وأنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة استقرار التموين بالمياه. بالنسبة لانشغال سكان شناورة الغربية بالذات الخاص بالمياه الشرب فإنه تم تسطير برنامج يوم الخميس مع المجتمع المدني ومصالح المياه بحيث كانوا يمونون بالمياه الصالحة للشرب يوم بيوم، إلى أنه يوجد بعض المواطنين يعانون من نقص من هذا التموين بهذه المادة الحيوية، بحيث برمجنا أنه شناورة الغربية ستقسم إلى يقسم التوزيع إلى يومين بدلا من يوم بيوم، يصبح يوم في 3 أيام، يوم لشناورة الشرقية ويوم لشناورة الغربية السفلى ويوم لشناورة الغربية العلوية، بحيث يغلق صمام خزان المياه على الساعة 10:30 لتفادي تبذير المياه والحصول على كمية تكفي الساكنة. أما حادث يوم الخميس فهي قدر الله ما شاء فعل، هي عطب في البئر الارتوازي بسبب المياه وليس كما هو متداول بسبب الرعود، وإنما بسبب نقص المياه مستوى المياه. والحمد لله البلدية قامت بالإجراءات اللازمة واستدعاء المقاول وتم استخراج المضخة وستصلح إن شاء الله هذا المساء.